اوقات كتير بيجي لنا فتره كده نبقى قاعدين مثلا ومطلوب منك شغل او حاجه عاوز تعملها وتقول هبقى اعملها بعدين، وتحس انك كسلان ومفيش عندك طاقه لاي حاجه، سواء شغلك الخاص او حاجه بتعملها وانت حاببها، اللي هو يعني فاقد الشغف اتجاه كل حاجه. فقدان الشغف مش مجرد حاله بتحصل لاي واحد او في مرحله معينه من حياته، ده شعور مشترك بين ناس كتير وبيحصل لاي حد وفي اي وقت. يعني مثلا ممكن تلاقي شخص ناجح جدا في مجاله فجاه مش حاسس باي حماس للحاجه اللي كان بيحبها وبيعملها طول الوقت. خلينا نبدا من البدايه. ايه هو الشغف؟ الشغف هو الحماس الداخلي اللي يخليك تقوم من على السرير كل يوم وانت عندك رغبه انك تعمل حاجه معينه. الشغف هو اللي بيخليك تبذل مجهود في حاجه بتحبها حتى لو مفيش مكافاه فوريه او مقابل مادي سريع. بس المشكله بتيجي لما الشغف ده يبدا يختفي، وده بيحصل لاسباب كتير جدا زي ما هنتكلم دلوقتي. خلينا نبدا نحلل اكتر ليه الحاجه دي بتحصل، ونتكلم عن الاسباب العميقه اللي بتخلينا نحس بفقدان الشغف ده. أول وأكبر سبب ممكن يخليك تفقد شغفك هو التكرار والملل. يعني تخيل إنك عايش كل يوم بنفس الروتين، بتعمل كل حاجة بنفس الطريقة من غير أي تغيير. أنت ممكن تكون بتحب اللي بتعمله في الأول، لكن بعد فترة بتحس إنك محبوس جوه دايرة مقفولة زي اللي بيلف في نفس المكان من غير ما يتحرك. ده اللي بنسميه الملل أو الروتين القاتل. مش مهم أنت مين ولا بتشتغل إيه، أي حد ممكن يحس بالملل ده. مثال بسيط: شخص شغال في شركة كبيرة في الأول كان بيحس بالفخر إن هو وصل للوظيفة دي، وكان عنده حماس ورغبة انه يثبت نفسه. لكن بعد فترة من نفس الروتين، الاجتماعات اليومية والمهام المتكررة، بدأ يحس ان مفيش جديد. هنا يبدأ الشغف يتبخر تدريجيا لحد ما الشخص يلاقي نفسه مش حابب الشغل، وده حتى لو كان الشغل هو اللي كان بيحلم بيه في يوم من الايام. تاني سبب مهم لفقدان الشغف هو الارهاق النفسي والجسدي. الضغط المستمر في الحياة اليومية بيأثر على الطاقة اللي عندنا وبيخلينا نحس اننا دايما تعبانين، مش بس على مستوى الجسد لكن كمان على المستوى النفسي. الضغط ده ممكن يجي من الشغل او المسؤوليات العائلية أو حتى من العلاقات الاجتماعية. لو الشخص قاعد في حالة ضغط مستمر من غير ما ياخد استراحة أو فرصة يرتاح، طبيعي إن هو يفقد شغفه لأي حاجة بيعملها. زي مثلا حد عنده مسؤوليات كتير، بيشتغل ساعات طويلة في اليوم وبعد الشغل بيروح البيت عنده مسؤوليات تانية زي رعاية أسرته. مفيش وقت للشخص ده إن هو ياخد نفسه أو يعمل حاجة لنفسه. مع الوقت الإرهاق بيستولى عليه، وحتى لو كان عنده شغف بهواية معينة هيلاقي نفسه مش قادر يعملها لأن مفيش طاقة. التوقعات العالية والفشل: كتير مننا بيحط توقعات كبيرة لنفسه، وفي بداية أي حاجة جديدة بنكون متحمسين جدا ودايما بنحلم إننا نحقق حاجات كبيرة، بس الواقع ساعات بيكون عكس اللي احنا متوقعينه. لما تلاقي نفسك بعد مجهود طويل مش قادر تحقق اللي انت كنت بتحلم بيه، الشغف بيبدأ يقل. احنا كبشر بنتأثر جدا بالفشل أو حتى بالتأخر في النجاح. تخيل مثلا شخص كان عنده شغف إنه يبقى رياضي محترف، بدأ التمرين وهو صغير وكان عنده حلم كبير إنه يوصل لمستوى عالمي، بس مع الوقت والتحديات الكبيرة سواء إصابات أو ظروف مادية بيبدأ يحس ان مش قادر يوصل لهدفه. هنا الشغف بيفقد مش لانه مش مهتم بالرياضه، لكن لان الفشل او الاحساس بالعجز عن تحقيق الحلم بيكون صعب على النفسيه. لو انت لسه مش عامل اشتراك في القناه انزل دلوقتي اعمل اشتراك، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك. وبس كده. التكنولوجيا وتاثيرها على الشغف. في عصرنا الحالي التكنولوجيا بقت جزء كبير من حياتنا، وده ليه تاثير كبير على الشغف. مع السوشيال ميديا والانترنت بقت كل حاجه سريعه ومباشره. احنا بقى عندنا رغبه دائمه في اننا نحصل على كل حاجه بسرعه، وده بيخلينا نفقد الصبر. الشغف بيحتاج وقت وتفاني، لكن لو انت متعود على انك تحصل على حاجتك بسرعه مش هيبقى عندك الرغبه انك تستنى او تشتغل لفترات طويله على حاجه معينه. زي واحد مثلا كان عنده شغف انه يتعلم حاجه جديده زي البرمجه او الجرافيك. في البدايه بيكون متحمس جدا، لكن مع الوقت بيحس ان النتائج مش سريعه. هو بيشوف على السوشيال ميديا ناس بتنجح بسرعه فبيحس بالاحباط، وده بيخليه ان هو يسيب الحاجه اللي كان شغوف بيها لان مفيش نتائج فوريه زي اللي كان متوقعها. المقارنات الاجتماعيه. السوشيال ميديا برضه خلقت مشكله تانية وهي المقارنه الدائمه. احنا بنعيش في زمن بقى فيه سهل جدا اننا نقارن نفسنا باي حد. بنشوف الناس اللي على الانستجرام او الفيسبوك عايشين حياه مثاليه وبيحققوا نجاحات، وده بيخلينا نحس اننا مش ناجحين او مش بنعمل حاجه مهمه. المقارنات دي بتاثر بشكل كبير على شغفنا لاننا بنبقى دايما حاسين اننا مش كفايه او ان اللي بنعمله ملوش قيمه. شخص مثلا بيحب السفر او التصوير وبيحط صور رحلاته على الانستجرام، بس لما يشوف حسابات ناس تانية اللي بتسافر في اماكن اغلى وابعد بيحس ان اللي بيعمله ملوش معنى او مش كفايه. ده
بيخليه يفقد الحماس للحاجه اللي كان بيحبها في البدايه. الشعور بعدم الجدوى من اكتر الحاجات اللي ممكن تخليك تفقد شغفك. هو الشعور بعدم الجدوى، لما تحس ان مفيش فايده من اللي بتعمله او ان مجهودك مش بيجيب نتيجه. طبيعي جدا انك تفقد الحماس. اوقات بنلاقي نفسنا شغالين في حاجه لفتره طويله وبنحس اننا مش شايفين اي تقدم. ده بيولد شعور بالاحباط وبيخلينا نفقد الشغف اننا نكمل. زي مثلا واحد كان بيحاول يعمل مشروعه الخاص لفتره طويله لكن مفيش عائد مادي او تقدم واضح. مع الوقت بيحس ان مجهوده ملوش اي نتيجه ويفقد شغفه للمشروع اللي كان مهتم بيه. العلاقات السلبيه. العلاقات الاجتماعيه لها دور كبير في شغفنا. لما نكون محاطين بناس سلبيه او مش بيدعمونا ده بيأثر جدا على طاقتنا وشغفنا. لو كل اللي حواليك بيحبطوك او بيقللوا من قيمه اللي انت بتعمله طبيعي جدا انك تفقد شغف. مثلا حد عنده شغف ان هو يبقى مطرب لكن محاط بناس بيقولوا له ان الغنى مش هيجيب لك فلوس او الغنى مش شغل بجد. مع الوقت بيبدا يفقد الرغبه انه يكمل في المجال اللي كان شغوف بيه لان مفيش دعم من الناس اللي حواليه. استعاده الشغف. على الرغم من كل الاسباب اللي ممكن تخلي الشخص يفقد شغفه دايما في طرق لاستعادتها. اول خطوه هي انك تبدا تدور على حاجات جديده تحفزك. جرب حاجات جديده، غير روتينك، ابحث عن الهام في حاجات مختلفه. كمان مهم انك تدي لنفسك وقت للراحه وتبعد عن الضغوطات اللي ممكن تكون بتستهلك طاقتك. في النهايه فقدان الشغف هو حاجه طبيعيه بتحصل لاي شخص في حياته، لكن الاهم اننا نعرف اننا نقدر نستعيد الشغف ده. زي ما بنقول الحياه مليانه تحديات والشغف بيجي ويروح. المهم انك تفضل دايما بتدور على الحاجه اللي بتحمسك وتخليك عايز تستمر. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتعمل لنا اشتراك في القناه عشان تشوف فيديوهاتنا الجايه. سلام.